واخيرا جوله بتحت المكتب. عندي دفتر الكبير الA5 تكون شفتوه في الفيديو لما شريته من الماركه تقريبا مو اخذت لي شهر مي تقريبا عامل الاشياء الكيوت هذا يستعمل فقط للتزيين فكثير حبيتهم هون. واخيرا جوله في مكتبي الجديد باذن الله. هذه ثالث فيديو اصور المكتب وان شاء الله راح يعجبني. فاول شيء هذا هو مكتبي عملته هون. في الاول كان مكان ساري تحت النافذة لكن غيرته وعملته هون. فراح نبدأ بالجبر. فأول شيء عملت هنا الجيتار الخاص بي والمحفظة اللي راح أروح بها الجامعة يعني بإذن الله إن شاء الله. فهنا عملتهم أيضا على شكل أنا كتير حبيت شكله. فأول شيء دي نوتي 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 نوتي. فهنا عملت الكرسي هو اللون الكرسي الأصلي هو الأزرق الغامق لكن بحكم أنني عندي قطط بيطيح لهم الشعر كتير فمنظره كتير سيء. نوتي خليني أكمل تصوير. فعملت هذه خاصة بجدتي الله يرحمها لكن المهم. فأول شيء هذا هو المكتب راح أبدأ لكم بتحت المكتب. هنا عملت صندوق فيه جميع الأدوات راح تشوفون هنا محفظتي القديمة وهنا المحفظة خاصة بالامتحانات والدروس والتمارين وهيك أشياء خاصة بالجامعة فعملتهم هون. هنا صراحة أجلس على كرسي. هنا عندي درج. هنا عملت الأشياء اللي ما بستعملها أبدا. هذا دفتر بولي جونرو الكتاب اللي بقرأ فيه. هنا عملت جميع الأدوات اللي ما بستعملهم كتير مثل استنوا لحظة مثل ألوان الجواش والألوان هونيك راح تشوفون. أيضا عندي دفتر الكبير الA5 مو الA5 الA3 فهذه الأشياء هنا فيه الأوراق اللي بقصها والمسطر وهيك أشياء. فالمهم هنا الأدوات اللي ما بستعملها أبدا تقريبا. وهنا درج المكتب هو هذا عملت فيه كل الدفاتر اللي بستعمله مثل الدفتر كانسون خاصة بالأقلام الخشبية وميكس زعما الأقلام لكن أنا بستعمل الأقلام الخشبي لأنه ورقه زي ما تشوفوا ورقه بني. أيضا عندي دفاتر خاصة بالألوان المائية. هنا ألوان المائية أيضا. وعندي أيضا خاصة يعني قلم رصاص زي سكتشات وهيك أشياء. عملت هون راح تشوفون المنجرة والميوحات وهيك أشياء اللي بستعملهم كتير. هذا اللاصق اللي عنده جهتين. هنا صراحة ما بعرف شو اسمه لكن الملاقط اللي بتعمل في الورق. هنا الألوان اللي بستعملهم مثل ألوان الجواش الألوان الباستيل وهذو أيضا الجواش واللي ورا ألوان الأكريليك راح تشوفوهم هون. راح أوريه لكم هون ألوان الأكريليك. أيضا هنا دفاتر ولكن حجمها الكبير يعني الحجم الكبير مو الحجم الصغير مثل هادو. وهنا عملت هادو لاني بستعمل كثير هذه الدفاتر فعملتهم في الدرج. راح نشوف اللي فوق. عملت فوق مباشرة فوق هذا خاص بالدرج بالرسم. فهنا عملت مباشرة الخاصة بالرسم. فهادو الماركر عملته في هذه السلة الماركر اللي عندي لان هادو اللي راح يسأل انا اشتريتهم بالواحد يعني مو العلبة باكملها. ان شاء الله باذن الله راح اشتري العلبة لكن المهم شريت هذا تكون شفتوه في الفيديو لما اشتريته من الماركت. فصراحة كثير حبيت شكله جمع لي كثير اشياء تقريبا كل اشياء خاصة مو تقريبا هو كل اشياء خاصة بالالوان الاكريليك والالوان المائية مثل هنا اللون الابيض الالوان المهم الالوان الاكريليك الحجم الكبير. هنا الكالفيس الباليت الالوان المائية اللي عندي. هون ايضا الكأس اللي بعمل فيه الماء وهنا وعملت فيه الفرش. هنا الأقلام أقلام تحديد أقلام البشرة الأقلام رسم اللي كل اللي بستعمله جميعا. وهنا ألوان الفيبر كاستيل بوليكروموس اللي عملت لكم انبوكسين أنا وياكم راح كاين موجود في القناة. راح أعمل لكم الفيديو في صندوق الوصف. جربنا مع بعض الألوان البوليكروموس وأيضا دفتر انتظروا أيضا دفتر الكانسون لأن أول مرة راح أشتري ألوان دفتر ورق بني. المهم وهنا لانه هذه المكان خليته فارغ لان انا من الاشخاص لما ارسم او لا ادرس المكتب باكمله بيكون مالئ فلازم اني اعمل فراغات لكي ارسم. المهم هنا عملت الالوان راح تشوفون كثير الوان لان انا بحب يعني اقلام الحبر الملونه بستعمل في البولي جورنال وفي الدراسه وهيك اشياء. فهنا جميع الاقلام اللي عندي. وهنا عملت راح تشوفون ستاند الكاميرا مو الكاميرا ستاند الكاميرا الهاتف لاني هنا بعمله. المهم فهنا راح تشوفون عندي 3 يعني منظمات. فهون
عامله الواشي تيب، جميع اللي راح تشوفون اشكالهم، جميع اشكال الواشي تيب اللي عندي. الصراحه هذا ما بعرف شو اسمهم، لكن هادو شريته من مينيسو مع ستيكي خاص بهم، وقصصت لكي ما يضيعوا مني. وهنا لي ستيكرز، فهنا عامله هذه الاشياء. في الدرج الثاني عامله جميع الالوان، يعني الهايلايتر جميع الاشكال من ماركة، هذا ماركة فيبر كاستيل، وهذا مابيت، وهذه ماركة بيك. فهادو يعني الهايلايتر اللي بستعمله. وهون عندي جميع مو الواشي تيب، الستيكي نوت. فهنا جميع الاشكال الستيكي نوت اللي عندي. اللاصق اللي بستعمله هذا المصحح، اللي عندي اللي بستعمل المصحح العادي، هذا المسق. المهم المقص. راح اشرح لكم الواشي تيب. هذا الستيكي نوت ما تاخذوا كلامي. فهذا الستيكي نوت خاص بهذه الاشكال، خاصه بوودي. اللي بيعرف هذا الكرتون كتير مشهور، خاص بتوي ستور. فكتير حبيت هذه الاشياء صراحه. بيني وبينكم اشتريت ستيكي نوت بسبب هذه، لان هادو بحبهم كتير. لما اعملهم في التوت باك او في المحفظه، مثل هادو اللي عندي هون اللي علقتهم ورا الباب، فكتير حبهم صراحه. فلهيك فقط هذه الجوله. الفوق عملت الرسمات، وفي هذا الحائط راح اعمل كتير رسمات واشياء اللي برسمها لي بكيوت. فهذه اول رسمه راح ارسمها في ورق اطخوه. راح تشوفون انه هذه تقريبا مو اخذت لي شهر، تقريبا 5 ايام رسم متواصل، يعني بالساعات، يعني مو بساعة او ساعتين، بساعات 4 أو 5 ساعات. المهم رسمته في رمضان، في شهر رمضان. هذه الرسمه الوحيده اللي رسمتها في رمضان. صراحه اخذت وقت كتير، لان كنت برسم يعني منطقه بمنطقه، فكتير حبيت. عملتها في ورق، يعني شفتوا في الفيديو، وصراحه ما بعرف شو اسمه، لكن المهم هذا الكانفاس اللي رسمته خاصه اللي بيعرف انني ارمي. فهذه رسمه خاصه بالارمي، مو الارمي بي تي اس، اللوغو خاص بالالبوم البوم لوف يور سيلف. وهنا الباليت اللي بنخلط فيه الالوان. صراحه انا كثير بحب هذه باليت البلاستيكي. الخشب حلو، لكن صراحه ما راح اعطيه فرصه اخر. فكتير حبيت شكلها، لاني انا ما استعملتها في جهتين، لكن هذه كتير حبيت لانها فيها الوان كتير. فلهيك عملت انا، يعني اللي راح يدخل غرفتي راح يعرفني اني رسمها فقط بهذه الباليت، اكيد من غير ما يشوف هذه الالوان. وهنا عامله اشياء الكيوت. هذا سبونج بوب، انا كتير اللي بيعرفني كتير بعشق شيء اسمه سبونج بوب. راح تشوفون الفرق، شوفوا هذاك وشوفوا النونوس الخاص بي. فكتير حبيت هذا، عملته هون. هذه ممسحه وهذه منجره، لكن كتير كيوت، وما قدرت ما اشتري، لان كتير بحب اشتري مثل هذه المنجرات والممسحات اللي بيكون فيهم اشكال كيوت، يعني مو اشكال عاديه، فقط للتزيين، مو للاستعمال، فقط للتزيين. فكتير حبيتهم هون. فهذه هي جولة في مكتبي بأكمله. شكرا كتير مشاهدتكم للفيديو معي، بحبكم كتير، وباي.